انك نكد وحزن وقهر على الكسكسي والحمصي. بص يلا كده معايا، بعتوا لي تأشيرة المغرب. واحده من اكبر عائلات المغرب دعوني للزياره لمده 10 ايام، قاعده لكم بقى وبعد عنك عاملين لي بروجرام مش مخليين حته. اول حاجه هنطلع من مطار القاهره، هنزل في كازابلانكا الدار البيضاء، هلاقي العربيه مستنياني في المطار، هطلع على الاوتيل ابات ليله ولو ان هي كلها 5 ساعات كاني طالعه شرم الشيخ. خلصنا كازابلانكا هطلع على المدينه اللي ما كنتش اتخيل ان ليا فيها معجبين ومحبين، مدينه فاس، وهصور لكم من هناك اول جامعه انشئت على وجه الكره الارضيه، اللي انشئتها بالمناسبه واحده ست اعتقد اسمها فاطمه فهريه، جامعه القرويين. انا احب اشوف بصراحه الصرح ده جدا. خلصنا فاس هنطلع على مراكش، جالكم المشاكش، عازميني هناك على حاجه اسمها بسطيله، بس انا على مش هاكلها بالحوت عشان انا برج الحوت لا يمكن اكل لحمه اخويا، انا اكلها بالسمك عادي، يعني حتى الحوت مهدد بالانقراض ما بناكلوش، بمشيها سمك عشان ما نخسرش بعدينا. هطول انا في مراكش دي، في هناك كافيتيريا كده على النهر اسمها اريكا حاجه كده، هروحها. احذر يا تيك توك عشان هيحصل ايرور في السيستم من كتر اللايكات والكومنتات، وبعد عنك العدوات هيجي لهم سكتات قلبيات. هنخلص بقى مراكش ونطلع على المدينه الزرقاء، ذا بلو بيرل، مدينه شيف شاون، دي بقى هخربها هناك تصوير، واظن واضح هيشكل اللون الازرق، هي هتبقى ليله زرقاء على المفروسين المنكدين. في تعليق قريته كتير الايام اللي فاتت دي، كذا حد قايل لي كان احماق عليك، انا افتكرتها شتيمه يعني بسبب الكلمه دي انا ما نمتش يومين. هو حضرتك هيجرالك حاجه لو قلت لي بحبك عادي؟ يعني طلعت بقى كان احماق عليك دي يعني مهبولين بيكي متجننين عليكي. ابتديت اتعلم اللغه، خلي بالك. التاشيره مفتوحه معايا لمده سنه مالتي